الا كنتي كتستعمل هاد الطرق هادي راه ممكن توقف لك الربح على القناه ديالك، سواء كانت مفعله او غير مفعله، او لا كانت قناه مبتدئه او لا قناه غير مبتدئه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الا كنتي اول مره تشاهد قناه محتوى برو، ما تنساش تشترك معنا في القناه فضلا ولا يسامرا ما توصلك الجديد ان شاء الله. كما شفتي في العنوان، وحاليا رجعوا بزاف ديال القنوات لكي يتوقف لهم الربح على القناة ديالهم، وكذلك إغلاق الكثير من القنوات. تبع معنا لا فيديو من الاول حتى التالي باش تعمل الفائده، سواء كانت القناه ديالك مفعله او غير مفعله، وحتى الا كانت القناه ديالك مبتدئه او لا كنتي غير مبتدئ وكتستخدم هاد الطرق هادي. تبع معنا باش تفهم مزيان. اولا، الانسان تيبقى يدير القناه ديالو تيفتحها، ومن بعد تيبقى يخدم على القناه ديالو، وممكن تيكون خدام على القناه ديالو بطريقه اللي هي عشوائيه. الغلط اللي كديروا والاكثريه اللي كيديروا انه تيخدم محتوى معاد استخدامه. جنب هاد الطريقه هادي، ما تبقاش دير محتوى معاد استخدامه. يوتيوب افضل محتوى اللي كتوافق عليه وهو المحتوى ديالك انت، شي حاجه كتخصك انت، شي حاجه كديرها انت. اغلبيه ديال القنوات كيتسدوا بالمحتوى المعاد استخدامه، واكثريه ديال القنوات اللي كتخدم في المواقع المجانيه. كذلك كاينين بعض القنوات اللي كيتسد لهم الربح كذلك من الفيديوهات القصيره. تيخدم على الفيديوهات القصيره، وهذا الشيء راه ما كاينش في اخباركم، حنا ما كنجيبوهش راسنا. غتدخل الاستوديو يوتيوب مركز المساعده وتلقى جميع التساؤلات وهذه الاحداث اللي تنقدموا لكم، غادي تلقاها التحديثات ديال يوتيوب. تيرفع الفيديوهات ديال القصيره كيخدم عليهم، تيكون هو خدام في واحد المجال معين، وانما تيهز دوك الروابط ديال تيكون خدام هو مثلا داير شي اعلان ولا شي حاجه، وتيدير فيديو قصير وكينشرو على اليوتيوب، وكيحط الروابط ديال داك الاعلان اللي خدام فيه. ودوك الروابط هما اللي تيشكلوا باش القناه ديالو غادي ترفض، ولا القناه ديالو غادي يتم الاغلاق ديالها بسبب دوك الروابط، لحقاش انه كيشهر مواقع اخرى. وهنا خاصك تقرا التحديثات ديال يوتيوب بانهم الا كنتي كتنشر روابط اخرى غادي يمكن القناه ديالك غادي تحذف اولا غادي توقف. هادشي علاش مجموعه ديال الاشخاص خاصهم يعرفوا اش يديروا من بعد ما تخدم على القناه ديالك، خدم عليها بطريقه اللي هي صحيحه. ماشي مهم سواء بغيتي تحقق الشروط ديالك تحققهم باسرع طريقه، المهم هو انك تخدم على المحتوى ديالك بطريقه جيده وتكون موافقه مع سياسات والخصوصيات ديال يوتيوب. المشترك 4000 ساعه يمكن لك تحققها في 6 شهور، في عام، في عام ونص، في عامين، ما كيهمش، يمكن تحققها حتى في شهر ولا شهرين، ولكن خاص تحققها بطريقه اللي هي جيده. غتقول لي كاين بعض القنوات اللي كيخدموا بطرق وراهم تقبلوا القنوات ديالهم. انت بقى تشوف تحكمي على راسك، لان القنوات راهم كبار وخدامين. وباش تعرف تكون عارف بلا الروبوت اللي كيخدموا في يوتيوب كاينين جوج، كاين كيخدموا يا هما الروبو اللي كيخدم باش يراجع القناه ديالك، اما تيكون يدويا او لا الروبو. علاش كالروبو؟ الا درسوا الروبو ممكن القناه ديالك ولا تقدر تقبل، ولكن تدوز واحد لقيتها 6 شهور، عام، عامين، سنين نقولوا كاع، ولا 7 سنين. تقدر تعاود القناه ديالك تكون في المراجعه، يعاود يراجعها شي واحد اخر يدويا، وممكن توقف لانه عارف بلا القناه ديالك راه مخدومه بطريقه غير موافقه مع خصوصيات او سياسات يوتيوب. وهذا الشيء كامل اللي تنقول لك راه ماشي كنجيبو من راسي، خاصك تدخل وتقرا مزيان السياسات ديال يوتيوب باش تعرف اشنو كدير في القناه ديالك. غاديش نزيد نطول عليكم لا فيديو باش ما يجيكمش طويل، وغادي نخلي لكم، غادي تلقاو واحد المقاله هنايا باش يمكن لك تقراها، وتدخل حتى انت استوديو يوتيوب باش تعرف مزيان اشنو خاصك دير القناه ديالك باش يمكن لها توقف الربح. الا كانت مفعله وكتربح عندها ما توقفلكش الربح ديالها، سواء الا كنتي قناه مبتدئه حتى نتايا، باش يمكن لك تعرف اش هي الخطوات اللي خاصك تتبع باش ان شاء الله القناه ديالك يمكن لها تقبل. هذا هو المقال. لا يسمح على يوتيوب بالمحتوى غير المرغوب فيه أو المحتوى المخادع أو الممارسات المضللة الأخرى التي تستغل منتدى يوتيوب. ولا نسمح أيضا بالمحتوى الذي يهدف في الأساس إلى خداع المشاهدين ليغادروا يوتيوب وينتقلوا إلى موقع إلكتروني آخر. إذا صدقت محتوى يخالف هذه السياسة يرجى الإبلاغ عنه. يمكنك الاطلاع على تعليمات حول الإبلاغ عن مخالفات إرشادات المنتدى هنا. إذا صادفت بضع فيديوهات أو تعليقات تريد الإبلاغ عنها، يمكنك الإبلاغ على القناة بالكامل. معنى هذه السياسات بالنسبة إليك: إذا كنت تنشر محتوى لا تنشر على يوتيوب أي محتوى يندرج ضمن أي من الفئات التالية: الفيديوهات غير مرغوب فيها،
محتوى تتم مشاركته بشكل مفرط أو متكرر أو لا يستهدف جمهورا محددا وتنطبق عليه أي من النقاط التالية. مغاديش نطول عليكم، انت يمكن لك تدخل استوديو يوتيوب وتقرا هذا المقال كامل باش ما يكونش الفيديو طويل. وغادي نزيد نوضح لكم واحد المقال اخر. هذا هو المقال الآخر، وغادي نعاود نوضحو لكم. مراجعة التعليقات حول طلب إعادة النظر فيما يلي تعليقات المراجعة بشأن طلب إعادة النظر. لم يتضمن طلب إعادة النظر أمثلة مرئية كافية تظهر بصمتك الشخصية في تصوير أو تعديل أو إنشاء المحتوى. لم يعثر المراجعون على ما يكفي من المعلومات الفيديوهات المخصصة لطلب إعادة النظر، مما إذا كنت تملك المحتوى أم أنك أجريت تغيير جوهرية على عمل أصلي أنشأه مستخدم آخر. هذه الحاجة مهمة أنا ما قلتها لكمش، ومهمة جدا بالنسبة للأشخاص اللي يكونوا خدامين على القنوات ديالهم وحققوا 4000 ساعة و 1000 مشترك وقدموا القناة ديالهم المراجعة. في ديك الحالة ممكن القناة تقبل وممكن ترفض. إلا ترفضت القناة ديالك في الحالة الأولى، ممكن في الحالة الثانية، هذه هي اللي بغيت نركز عليكم، كانت يوتيوب كتعاود تقدم ولا كدير إعادة النظر في طلب ديال تقديم القناة ديالك باش يراجعوها، ولا كتعاود تشوف شنو هي الأغلاط اللي في القناة ديالك وتعاود تقدمها للمراجعة. التحديثات اللي دارت حاليا يوتيوب أنك في النوبة الأولى كتقدم الطلب ديالك ممكن تقبل، وإلا ترفضاتك القناة ديالك راه ممكن هذه تقدر تستنى 90 يوم، ما بقاش ديك 20 يوم وتعاود تصيفطها تقدم لهم الطلب. يا اما كتصيفط اعاده النظر ولا تيمكن لك تستنى 90 يوم. هذا هو التحديث اللي دارت يوتيوب، وكنعرفوا بلي التحديث هذا شويه غير جيد، وما نعرف واش عادل بالنسبه لجميع القنوات ولا لا. وهذا هو تبقى تسنى 90 يوم. كاين اللي تسنى 90 يوم، كاين اللي كاع يقول انا شندير بيوتيوب وغادي يمشي بحالو كاع مابقاش خدام في هذه القناه، وكاين اللي تسنى ويعاود يقدم القناه ديالو المراجعه. ولكن انت الحاجه الوحيده اللي دير انك تخدم بطريقه جيده، خدم على المحتوى ديالك يكون مزيان باش ما تبقاش في هذه الاغلاط هذه. وما غاديش نطول عليكم، تحياتي اليكم، السلام عليكم.